كلهم وقفوا ضد الحكم وضد خيارات الحكم، زين، بوجود العفاسي. فانا ايش فادني العفاسي فيه؟ لا سياسيا قطاع سياسي فادني ولا حلو. فيعني المفروض لما صار في تغيير وحكومه جديده، هذا الرجل اثبت انه يعني للاسف متواضع جدا في اداء الاداري، وفي نفس الوقت حكمه الحكم تقول لازم اوجه رساله حق مطير، اذا توقفون ضدي تخسرون، هذا وزيركم شلته. انا ايش سويت حق مطير اللي وقفت ضدي في كل شيء؟ مو بس خليت ولدهم، اعطيته وزاره ثانيه، ومو بس اعطيته وزاره ثانيه، خليته نائب رئيس وزراء. هذه مكافاه نواب مطير ومطير اللي انتخبوهم على موقفهم ضد الحكم. هذا اللي يحتاجه الحكم؟ لا، يعني انا اذا اكو واحد مقتنع ان هذا التصرف صح، وان هذه طريقه تثبيت الحكم في انك انت ترضخ لخصومك وتعطي اللي يوقف ضدك، يبقى انا من باكر اوقف حتى التفكير، لان هذا غير قابل للتصديق في اي منطق تحت اي ظرف من الظروف، ما يجوز. هذه احد الامثله الحيه. فانت عندك نظام قاعد يضع التسامح. نشوف الهوشه مو براك في الجزئيه. انت اعطيت مثل يعني العفاسي رجل كفاءه، رجل صاحب قدره، عنده القدره، هذه ما لها شغل في قضيه النواب. لا مو صحيح، ما عنده لا لو لم يكن مطيري ما طقها. خلينا نتعالج شنو كفاءه، وليس على مبدا كفاءه محدوده، مو اساس. كفاءته وينها؟ بشوف انا قاعد سنتين في الوزاره في القضاء العسكري، خلي يعطيني يعني في تاريخه. انا اتكلم عن رجل سياسه، ما قاعد اتكلم عن انه قضاء عسكري. خلوا بالقضاء العسكري، ما عندي مشكله. انا قاعد اتكلم على موضوع ادائه كوزير، مو متواضع، اردم من المتواضع، ما سوى شيء. بعدين لا شك يغفر له جزء ما انه صحته، بس انا ما علي منه هو، انا مو ذنبه، ذنب الحكم.